في حاجات بتحصل بعد ما النور بيطفي، حاجات مش دايما ليها تفسير، بس بنحسها ونخاف منها. أنا محمود وده عالم ما وراء الظلام، المكان اللي فيه الحقيقة والخيال بيتقابلوا. لما فقت ما كنتش متأكد إذا كنت لسه عايش ولا لأ. فتحت عيني بالعافية ولقيت نفسي مرمي على الأرض في أوضة صغيرة شكلها قديم، جدرانها متشققة والريحة فيها ريحة تراب وصدى. الغريب إني كنت لابس نفس هدومي، بس مفيش أي جرح ولا حتى خدش، مع إني فاكر إني اتقسمت نصين. قمت واقف ورجليا بتترعش وبصيت حواليا. الأوضة ما كانش فيها غير باب حديد وعليه علامة غريبة، دايرة كبيرة جواها 3 خطوط متقاطعين، نفس العلامة اللي كانوا بيقولوا إن الطالبة رسمتها على باب فصول المدرسة قبل ما تموت. سمعت صوت حد بينادي عليا، كان صوت بنت، هادي وناعم، بس فيه كسر يوجع القلب. قالت انت رجعت، بس لسه ما خلصناش. لفيت ناحيتها بس ما كانش فيه حد، الصوت كان جاي من كل ناحية كأنه محبوس معايا في الأوضة. فجأة الباب الحديد اتفتح، خرجت منه لقيت نفسي واقف في نفس محطة المترو اللي كنت فيها، بس شكلها كان مختلف. الإضاءة باهتة أكتر، النفق أوسع، مفيش أي صوت، كأنها نسخة ميتة من المترو الحقيقي. ومع أول خطوة خطيتها الهوا كان بيبقى أتقل، وكأن المكان بيتعرف عليا لأول مرة وبيحضر لي حاجة. ظهر شخص لكن مش نفس البنت، ظهر شاب لابس يونيفورم مدرسة، ده اللي ظهر في الممر أول مرة. وشه كان شاحب، عينه مفتوحة على الآخر وبيتنفس بصعوبة. قرب مني وقال ابعد ابعد قبل ما تشوفها. قلت له أشوف مين؟ الطالبة هي اللي خطفتني؟ هز راسه بسرعة وقال هي مش لوحدها، احنا كلنا هنا ومش بنخرج. وبمجرد ما خلص الكلمة اتسحب بسرعة لفوق، كأنه قوة سحبت روحه قبل جسمه واختفى في الضلمة اللي فوق. النور اتغير والهوا بقى تقيل، حسيت خطوات حد بيجر رجليه، ومش واحد، أكتر، عدد كبير. فجأة ظهروا مجموعة من الطلبة، بس نصهم العلوي بس، نفس شكل البنت الأولى، بس دول كانوا كتير وبيجروا مناجل شبه اللي كانت في إيد البنت، وبيقربوا ببطء مش بسرعة زيها، وكأنهم بيحاصروني. وظهرت هي البنت نفسها، بس في المرة دي كانت كاملة مش نص بس. لبسها كان مبلول، شعرها ملزق على وشها، وعينيها لسه سواد، بس السواد كان بيتحرك زي دوامة سودا جواها. انت جيت لنا، ده معناه انك مختار، والمختار ما يموتش بسرعة. وقربت مني ولمست كتفي، ولما لمستني اتنقلت ذكريات في دماغي. شفت اللي حصل لها، شفت الليلة اللي ماتت فيها، شفت إنها اتزقت للنفق من شوية طلبة اتنمروا عليها، وشفت المنجل اللي افتكرته في ايديها كان أصلا مع واحد منهم، وهو اللي قتلها بيه. هي كانت مظلومة ورجعت تنتقم، بس ليه أنا؟ سألتها بصوت بيترعش، ليه اخترتيني أنا؟ ردت بصوتها اللي بيخليك لأنك أول واحد ما جريتش، نزلت تدور
نزلت تساعد واحنا محتاجين حد يساعدنا نخرج. قبل ما ألحق أفهم النفق كله اتهز، نور أحمر اشتغل وطفى بسرعة، وصوت صفارة عالية بدأت تضرب كأن المكان بينهار. هي بصت للجيش اللي ورايا وقالت احموه، هو مش زيكم. وفجأة الدنيا سكتت، لقيت نفسي لوحدي في نص النفق ومفيش أي حد حواليا. بس قبل ما أمشي سمعت صوتها تاني، هامس ومكسور: الليلة الجاية هتعرف كل حاجة. والأغرب، على إيدي كان مرسوم نفس العلامة اللي على الباب الحديد. لو القصة دي خوفتك فصدقني لسه في أخطر. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الحكايات الغريبة اللي لسه وراها سر. أنا محمود وكنت معاك فيما وراء الظلام، المكان اللي مفيهوش رجوع لو دخلت جوه.